ثم الآن المخالب مسكنا عنقه يبغانا نفكه سالم، لا يمكن أن يكون هذا. نعم، لكنها فتنة أرادها الله سبحانه وتعالى ومنع ابن زياد. قال ابن زياد اسمعوا، أرسل له رجل يقال له ذو الجوشن. ذو الجوشن هذا رجل خطير وخبيث. يوم وصل إليهم قال لهم شوفوا أنا عندي لكم رأي، عمر بن سعد والحر بن يزيد قال إن الأمر الذي عندي نمنع الحسين من الماء، ما نعطيهم مويه. فمنعوا عنهم الماء وجلس عطشان هو من معه. وقال رجل له يقال له الحسين الأزدي، يقولون كان هو اللي يجيب الماء في القرب. يوم شاف الحسين ثمه ناشف من شدة العطش ويجيب المويه قدامه، يقول انظر إلى الماء والله لن تشرب منه حتى تموت أمامي. يقول فالتفت له الحسين قال اللهم اقتله عطشا. يقولون ومات سبحان الله العظيم عطشا. يقولون مات آخر الزمان كان يتمنى الماء، وإذا جاء يشرب الماء يختلط مع يتقيأ أكرمكم الله، ثم إذا تقيأ شرب القيء بالماء، فاستمر على هذا الحال حتى مات. استجاب الله دعوة الحسين. وبالمناسبة كل من شاركوا في إيذاء الحسين كلهم ماتوا شر ميته. وأنا أحذر من الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم أحيانا يظن الواحد أنه ممكن يقول كلمة وتكون المسألة مجرد كلام، لكنها أبعادها بعيدة، والله يعلم أنها ظلم، وهذا مسكين الذي يفعلها. تقدم الحسين رضي الله عنه وارضاه وكان يصلي بهم وهم يصلون الناس خلفه. قال الحسين أمهلونا إلى الغد، أعطونا فرصة بكرة نبغى نصلي ونطلب الله ونتضرع ونخشع، وبعد ذلك نرد عليكم، يا أنكم هم خيروه يا تبايع يا نقاتل. قال امهلونا إلى الغد. يقول فقضى ليلته كلها صلاة. أبوقف مع الصلاة. إذا هم بك أمر وضاقت عليك الدنيا وأزعجتك الهموم وتراكمت عليك الديون وآذتك المصائب، افزع إلى الصلاة. ما هم النبي بأمر أو حزبه أمر إلا توضأ وفزع إلى الصلاة. الصلاة راحة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا ايش؟ استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة يا جماعة باب من أبواب الفرج، استعانة بها على مصائب الدنيا. أصحاب الغموم ترى في مساجين يتابعوننا، وفي مرضى على كراسيهم، وفيه في البيوت أمور كثيرة على الناس. نقول لهؤلاء ليس هناك مفزع إلا إلى الله. اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هذا حال المؤمن. فزع إلى الصلاة الحسين رضي الله عنه وجلس يصلي